تصنع هذه الأكياس من مواد خام باستخدام تقنيات متقدمة كالحقن والتشكيل بالنفخ. تبرز مشكلات كبيرة بسبب قلة إعادة التدوير وسوء إدارة المخلفات، مما يؤدي إلى تراكمها في البيئة وتحللها إلى جزيئات صغيرة تعرف بالميكروبلاستيك، التي قد تدخل في السلسلة الغذائية للإنسان. تستعمل إضافات كيميائية لتحسين خصائص البلاستيك، لكنها قد تتحلل في ظروف معينة وتنتقل إلى المواد الغذائية عند استخدام الأكياس البلاستيكية في التعبئة، مما يزيد من المخاطر الصحية على الإنسان والبيئة. وقد تم العثور على البلاستيك في دم الإنسان وحتى في الأجنة داخل أرحام الأمهات، مما يشير إلى خطورة الأكياس البلاستيكية على الصحة البشرية. في الختام، حان وقت التغيير. يجب علينا جميعا تعديل عاداتنا والانتقال إلى بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس القماشية، حفاظا على صحتنا ومستقبل أجيالنا القادمة. صديقكم، المهندس الأخضر.